التعليم بلبنان بخطر. عدد كبير من طلاب لبنان مهددين يخسروا سنتهم الدراسية، والسبب الزيادة الجنونية بالأقساط بين 40 وال 120%، بوقت المدارس الرسمية بعدها مش كلها مجهزة لا لوجستياً ولا تعليمياً. تبقى المدرسة الخاصة هي الخيار الوحيد. بس المشكلة إنه بعد الأقساط هالسنة تخطت $7,000 بتفاوت بسيط بين المنطقة والتانية، وللأسف بعض التلاميذ ما قدروا يبلشوا سنتهم. الأزمة ما وقفت هون، بل وصلت كمان للقطاع التعليم العالي، والأقساط صارت حاجز بوجه طموح الطالب اللبناني، خصوصاً إنه الجامعة اللبنانية ما بتستوعب أكثر من 35% من الطلاب. يعني 65% مضطرين يلجأوا للقطاع الخاص رغم إنه قدرتهم المادية شبه معدومة مثلهم مثل أهلهم، وكله بسبب الانهيار المالي يلي بلش بال2019 يوم ضاعت مدخرات الأهل ومع ضاع أمل الطلاب يكفوا تعليمهم، واضطروا يتخلوا عن أبسط حقهم بالتعلم وبمستقبل أفضل. برأيكم بعد في وسيلة ادخار أو حل فعلي يأمن لطلابنا أبسط حقوقهم لمستقبل أفضل؟